الدكتور عبد الحميد النجدي ونقل القرآن بالتواتر. والله تعالى تكفل بحفظه بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سواء وجد الصحابة أم لم يوجد. التواتر لا يحتاج إلى عدول. نحن نؤمن أن هناك مدينة اسمها طوكيو موجودة، نؤمن بها بالتواتر سواء نقلها عدول أو لا. قرآن مش طوكيو يا أخي أكمل. نكمل. قرآن مش طوكيو. أنا أتكلم ولا أنت تتكلم؟ لا هو القرآن مش طوكيو. لا أسف أنت عدت وقت كده الشيخ يقول التواتر مش بحاجة للدليل. هذا الكلام لم يقل به علماء. بعدين علماؤنا لهم في هذا الموضوع. والقرآن الكريم نقل بالتواتر سواء وجد القراء السبعة أم لم يوجدوا، سواء وجد الصحابة أم لم يوجدوا. الله تكفل بحفظه والأمة الإسلامية نقلته بالتواتر. ولا لا تقول الصحابة. لا تقول بدون الصحابة لا يمكن نقل القرآن. بدون الصحابة لا يمكن نستقر فرض. أما ما سألت فيه الصحابة هم الذين نقلوا القرآن، تعترف ولا لا؟ خليك شلون تقول بدون الصحابة؟ الصحابة هم الذين نقلوا القرآن، شيء ولا أبي. خليك يا أخي أما في رواية أخذت من وقتي. تفضل. عندنا دكتور نجدي متواتران. متواتر جمع القرآن عندنا ومتواتر تحريف القرآن عندكم، فكيف أخذتم بمتواترنا وتركتم متواتركم الذي قال أن القرآن محرف؟ وكيف تقنع نصرانيا بأن هذا القرآن رواه جمع من المرتدين ولا بأس أن تأخذوا يا نصارى بهذا القرآن، مع أن جماعة من المرتدين تواترت روايتهم لهذا القرآن. صحيح أنه متواتر لكنه تواتر مرتدين. معلش اقبلوا هذا الدين. الحرص على الوحي. فهذه نقطة. القرآن تواتر عن طريق أهل السنة، فكيف تثقون بتواترهم إذا كنتم أنتم تقولون أن أهل السنة ليسوا على المذهب الصحيح؟ فلماذا تنقلون القرآن عنهم وتصدقونه وتجعلون ذلك حجة؟ إذن هل تستطيعون أن تأتوا بعالم سني واحد قال بتحريف القرآن؟ أريد عالم سني واحد فقط. وأسلافنا ومصادرنا فقد ذكرت مرارا أولا أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع، والقرآن الكريم الله تعالى تكفل بحفظه ولا يحتاج إلى من يحفظه من الصحابة أو القراء أو غيرهم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله تعالى هو الكفيل بحفظ هذا القرآن. والتواتر، القرآن متواتر، التواتر حجته ذاتية وقطعية، يعني حتى لو نقل عن طريق كفار فهو متواتر، كما تنقل كثير من الأحداث والبلدان والمدن. فالقرآن الكريم حجة على السنة وعلى الشيعة ولا يحتاج إلى الطرق التي يذكرها أهل السنة أو أهل الشيعة. وأما رواياتنا في أن هذا القرآن أحاديث أسانيد يقول الحر العامل يقول يستلزم ضعف أكثر الأحاديث التي قد علم نقلها من الأصول المجمع عليها لأجل ضعف بعض رواتها أو جهالتهم أو عدم توثيقهم، بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق، لأن الصحيح عندهم ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات، ولم ينصوا على عدالة أحد في الروايات إلا نادرا، وإنما نصوا على التوثيق، وهذا لا يستلزم العدالة، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه، كما قال لا يهمنا أن ينقل القرآن كفار، عادي ما في مشكلة، متواتر. هذا في الوسائل جزء 30 صفحة 259. وقال